فريق جوال الخير يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك محمد. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إني أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أوذي وسب صلى الله عليه وسلم 10 أيام ما أكلت الطعام، 10 أيام ما أكلت الطعام من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الطفل الشاب بعد الكلمة اتصل بي وقال: يا شيخ، أريد أن أروي لك معاناتي، ولأنها حسرة يا إخوان حرقت قلبي، أحببت أن أوصلها إليكم. هذا الشاب الصغير يقول: يا شيخ، أنا شاب صغير وقد تتهمني بالجنون. اسمع ما يقول هذا الشاب يا إخوان. قد تستغرب لو قلت لك أنه يعاني معاناة أتحداك أنت يا من بلغت 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة تتحمل ولو جزء بسيط مما أصاب هذا الشاب الصغير. تدري لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بأبي وأمي في الحديث الصحيح كما جاء عند البخاري وأيضا عند مسلم وغيره من أهل السنن، قال الحبيب مع اختلاف اللفظ صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي زمان على أمتي القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. كالقابض على الجمر. هذا الطفل صغير يا أخوان يعطيكم هذه الرسالة الآن، يقول: يا شيخ، قد تتهمني بالجنون، يمكن تقول أني أبالغ، يمكن تقول أني صغير ما أفهم، لكن والله يا شيخ تحبسها العبرة ويبكي، تحبسها العبرة ويبكي. يقول: يا شيخ، أنا تحملت من أجل دين الله عز وجل. يقول: يا شيخ، ودي أكون مثل سعد بن أبي وقاص. من منكم تمنى هذه الأمنية؟ قال: يا شيخ، والله لو تأتي عندي الآن وأكشف لك عن أفخاذي، أقسم بالله إن أبوي يحرق أفخاذي بالسجاير حتى ما صلي الفجر. هذا شاب طفل. ماذا أقول؟ سكت واسترجعت، قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما أراني أطيق ما تطيق. قال: يا شيخ، والله ما أبي إلا الجنة، ما أبي إلا الجنة، أريد أن أكون مثل سعد بن أبي وقاص ومثل بلال يوم نادى أحد أحد يؤذى ويصبر من أجل الله عز وجل. يقول: يا شيخ، والله ثم والله إن أبوي 3 مرات يهددني، يقول لي: لو رحت مع المطاوعة أبفعل بك الفاحشة أجاركم الله. والله الذي لا إله غيره هذا ما ذكر الشاب الصغير. يا شيخ، أنا ما بالحرام، أبوي يشرب الخمر قدامي، وإذا أذن المؤذن يقفل الباب وما يمنعنا من الصلاة. هذا طفل صغير. أين الصابرون من الرجال الذين مجرد أن تأتي فتنة واحدة يبيع دين الله عز وجل وينتكس؟ لا ويباهي. تذكر بالله عز وجل، تقول له: خاف الله، تذكر دمعاتك وأنت واقف في رمضان تدعو الله، اليوم تحارب الله عز وجل. يقول: الدين للمطاوعة، ما هو لي الدين للمطاوعة، المطاوعة منزلة من السماء وأنت معفي عن عبادة رب الأرض والسماء. يقول: يا شيخ، أنا فيني ألم، فيني حرقة. يقول هذا الطفل الصغير: يا شيخ، هل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تقول في المحاضرة وندخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا أخوان عيشوا الموقف، عيشوا الموقف كما عاش هذا الطفل الصغير. يقول: يا شيخ، هل صحيح لما نقبل على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة يعرفنا بأثر الوضوء من الصلاة؟ قلت: نعم. قال: اللهم اشهد إني أتوضأ ولا أصلي إلا في زاوية صغيرة في البيت دون أبوي ما يدري. قلت: أبشر. قال: يا شيخ، أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة يرد عنه أهل الشهوات؟
قلت نعم. قال أشهدك يا شيخ إن أبوي 3 مرات يضربني من أجل اللواط وأرفض، وليتها أتت من رجل غير أبوي. يقول كان أهون على قلبي. يقول والله يا شيخ الله يعلم كل يوم أقوم الساعة 1 في الليل وأناجي الله عز وجل أن يرفع الكرب عني، وأسأل الله عز وجل أن يخفف عني هذا البلاء. قلت أبشر. ثم يبكي المسكين ويقول والله يا شيخ إن أبوي يدخل إذا شاف أمي بحجابها يضربها، وإذا سألت وقلت ليه ما تبين نصلي يسكت. يقول الطفل الصغير يا شيخ أليس القابضون على الجمر هم في الجنة؟ قلت بلى. قال اشهد يا شيخ بعد الله أني والله أؤذى من أجل دين الله وأنا صغير، ما عندي من يدافع عني، ما عندي من يدافع عني. ليه يا شيخ؟ قلت ليه؟ قال حتى ما أرد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حتى ما أرد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. حتى إذا أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا ربي ثم يا نبي الله انتقموا لي من أبوي منعني، ما يريدني أن أصلي، ما يريدني أن أكون من أهل الطاعة وأهل الإيمان. يقول والله يا شيخ إني أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أوذي وسب صلى الله عليه وسلم 10 أيام ما أكلت الطعام، 10 أيام ما أكلت الطعام من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت وأنا لما سب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعنا؟ تقلبنا على الفرش مع النساء وأكلنا الطعام وشربنا الشراب. طفل صغير 10 أيام صائم من ماذا؟ حزن على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم معذرة إليك من قصورنا في حق نبيك صلى الله عليه وسلم. يا رجال طفل صغير يصبر من أجل الله عز وجل، ونحن لو تعرضت لنا شهوات أو شهوة واحدة حاربنا الله. أين البكائين في رمضان؟ وينهم؟ أين الذين كانوا يدعون الله عز وجل قبل صلاة الفجر يقربون القنوات ويحاربون الله ورسوله؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه